والله يا ولاد وانا قاعده كده لا بيا ولا عليا سمعت ان الدحيح بيجيب في سيرتي. انا برضه استغربت زيكم كده، يعني هيجيب في سيرتي ليه؟ الخبر انتشر في كل حته. ما تيجي نشوف قال ايه. وزي طب الاسنان الشرعي، ودول بيعملوا ايه يا ابو حميد؟ انا حاسه كده والله اعلم بنبره تريقه من عزيزي. يا عزيزي تخيل معايا لو الجثه اتحللت، ايه اللي هيفضل منها عشان نعرف عمر وهويه صاحبها؟ السنان هي اخر الاعضاء اللي بتتحلل في الجسم. ده بيساعدنا جدا مثلا في حوادث الطيران اللي كلها اشلاء ورفات. مش بس كده يا صديقي الدحيح، هي ان احنا كمان بنقدر نثبت او ننفي الجريمه على الجاني، وده برضو من خلال سنان. كمان بنقدر نعرف عمر وعرق ومهنه الشخص المتوفي من خلال سنانه، وده لما بنرجع للسجلات السنيه اللي بياخدها كل دكتور اسنان. زي ما احنا اكيد بنقدر نحدد المتوفي ده طفل ولا شاب كبير، وده برضو من خلال سنانه. كمان بنقدر نحدد المتوفي ده غني ولا فقير، برضو من خلال سنانه. فخليني الاول اخدك في رحله سريعه كده لسنه 1453. دي السنه اللي استخدم فيها طب الاسنان الشرعي لاول مره، ودي اللي اتعملت على احد الجنود اللي توفوا في معركه كاستليون اللي كانت سنه 1453. انما بقى اول دكتور اسنان شرعي في التاريخ كان دكتور امريكي اسمه بول ريفر، وده اللي اتعرف على جثه احد الثوار اللي كان اسمه الجنرال جوزيف وارن. اسماء مجعلصه شويه. واول مره المحكمه تقبل بدليل سني كان سنه 1849، ودي كانت في قضيه شخص اسمه ويبستر بارك اللي تم اتهامه بجريمه قتل بعد ما تعرفوا على الدليل السني بتاعه. ولما اتشهر يعني دكتور السنان بانه هو يقدر يتعرف على الجثث، اسست الهيئه الامريكيه طب الاسنان الشرعي سنه 1967. سنتها دخل اكتر من 86 طبيب اسنان علشان يدرسوا علم طب الاسنان الشرعي، ووصلت عدد الجثث اللي اتعرف عليها دكتور السنان سنه 1995 ل 91 جثة. سنة 1986 كانت أول مرة يتعين دكتور أسنان شرعي في الجيش الأمريكي. القدرات الخارقة لدكتور الأسنان اللي مش كتير يعرف عنها.